مساء الخير. الحلقة دي عايزة قهوتكو حاجة لذيذة كده جنبها عشان دي أول حلقة من سلسلة حواديت الجمعة، ودي هتكون فضفضة كتب ما بينا كده، ما فيش أي كتاب معين، منها نكون أقرب لبعض ونعرف بعض أكتر. تعالوا أكلمكوا على أول كتاب جبته وإزاي أصلا حبيت القراية وليه. في الأول أنا كبرت في بيت أهلي كانوا مؤمنين إن الحياة الواقعية أحسن وأهم في تنشئة الطفل. طبعا أنا الكلام ده بقوله لما كبرت، إنما أنا وقتها كنت متضايقة جدا بقى وحاسة إن ليه الفجوة دي بيني وبين أقراني، ليه مبقاش زيهم. عموما أنا جايلكم بعيد وبقول كان معاهم حق، عشان ده بصراحة خلاني كويسة لغويا وفكريا، حتى معاييري بقت أعلى. والأهم إن أنا في سن صغيرة كان عندي أعظم صحاب ممكن حد يحصل عليهم، وحاجات كتيرة برضو ما كنتش هعرف أعملها لو كنت بقضي وقت فراغي كطفلة على جهاز. وطبعا عشان أضيع وقت كنت بقرأ كتب، أي حاجة قدامي بقى. لحسن حظي كنت عرفت شيرلوك هولمز من أنمي كونان، جبتله كتاب عسول كده فيه 6 قصص. قريته وحسيت ايه ده، لأ ده بعيد قوي، أنا مش عارفة أبقى شبهه ولا عارفة أفهمه. فقررت بغضب طفولي إن أروح للمنافسة الأعظم واللي هي أجاثا كريستي. وفعلا قرأت لها كذا كتاب وبصراحة حبيتها قوي، شخصيتها بشرية وواقعية وشبهنا كده، حتى رواياتها أطول وتمهد كتير للجريمة وللحل. والمحققين بتوعها اللي هم بوار وماربل هم ألطف وأطيب من شيرلوك. يعني بحب ليها قوي رواية ثم لم يبقى أحد، ورواية الجريمة النائمة، ومن الذي قتل السيد روجر أكرويد. فحسيت اني خلاص تمام كده، قرأت حاجة قادرة افهمها وانها دافية كده وفي مشاعر وسط الرواية، وكده خلاص كان بالنسبة لي ان انا اخدت ختمة محبة الادب البوليسي. واحدة بواحدة كده حسيت ان كاريزما هولمز شداني برضو، ومش عارفة اكرهه لأ. عارفين لما تكونوا معجبين بحد كاريزما تقيل كده، دول انا شيرلوك بجد يعني. رجعت له مع تجربة روايات أكتر وأطول، وفهمت إنه له روايات وقصص قصيرة، وإن التسلسل مهم في القراية لأنها كانت أعداد بيتم نشرها في ذا ستراند ماجازين. وبعد فهم أعمق للعالم بتاعه والكاتب والإنسبيريشن بتاع الشخصية واللي هو دكتور جوزيف بيل، وإن إزاي نقطة قوته أساسا بتعتمد على إن هو هيعرض الاستنتاج بشكل ساحر الأول، بعد كده يشرحه منطقيا. وأيوة يا جماعة شيرلوك متكبر والله، بس على قلبنا زي العسل، صح ولا لأ؟ الهوس والحب زادوا بصراحة كل ما تعمقت فيه. في المقابل لو كنت لمحت أي عمل سينمائي أو مسلسل، يا لهوي على النكد بقى والتكشيرة بقى اليوم، ازاي يعني حد يقتحم الخصوصية دي، ولا كأن أرثر كان كاتبهم عشاني مثلا. بمناسبة أرثر، لو عايزين تسمعوا حلقة جديدة لذيذة صغننة كده عن علاقته بشيرلوك هتلاقوها فوق. طبعا مسبتش حد في مدرستي إلا وقلتله عن شيرلوك وإني بفكر زيه، كنت في نعيم الجهل وتقمص للشخصية بقى، وارمي يا باشا استنتاجات وضايقي الناس والرازي فيهم براحتك، واقتبسي منه في الرايحة والجاية بمناسبة أو بدون مناسبة، لأنه كان صديقي الوحيد لمدة 3 سنين، وفخورة إني كان عندي صداقة جميلة وعميقة زي دي في سن صغير. كبرت وكبر معايا حب الشخصية ومغامراتها وهوس تجميع الأعمال. يعني ايه يعني مكتبتي ما يبقاش فيها نسخة لونها تمساحي فاتح؟ للأسف لسه ملقتش تمساحي، بس أنا عندي الأعمال الكاملة بالصور، وعندي حبة حلوين بالإنجليش نسخة فينتج. الأحلى من قرايتنا الكتب هي ذكرياتنا معاها، وازاي بتأثر علينا، عمرها ما كانت مجرد ورق أو حتى عدد بنضيفه لإنجازاتنا. بحس الأدب خصوصا لو مأثرش فيك من جوه يبقى فيه مشكلة، يا إما هو رديء أو إحنا اللي مش بنقراه بالطريقة الصح. أتمنى تقابلوا الكتب اللي تعملوا معاها ذكريات حلوة وتفضلوا دايما ممتنين إنكوا عرفتوا الكتب دي. وبس كده، اتبسطت إني شاركت معاكوا حاجة بحبها واسترجعت برضو ذكريات كنت متوقعة إني ناسيها. قولولي انتوا ايه أول كتاب قريتوه، ولا نخليها ايه أول كتاب بقى صديق ليكم. أي كلام هحب أقراه عموما. باي باي، ونتقابل في حلقة تانية من حواديت الجمعة.